مبقاش في طريقه لان انا افتح الايميل بتاعي غير عن طريق فلاشه، والفلاشه دي ببصمه ليها بقت بتاعه الهاكر اللي هو هكرني. ازيكم؟ انا قناتي اتهكرت، وده الحمد لله يعني اول فيديو ليا بعد رجوع القناه. تعالوا بقى احكي لكم تجربتي المريره اللي انا ما اعرفش ايه مريره اللي انا عديت بيها الاسبوع ده، وازاي قناتي اتهكرت، لان هي ما اتهكرتش تهكير عادي يعني، لانه على حظي كان محترف. ازاي بقى عرفت ارجعها وامنها علشان بقى مش اي هاكر تاني يجي يحاول يخترقني. نخش بقى في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم وقولوا طول. يوم 11/4 اللي فات ده، يعني تقريبا من 6 ايام بالظبط، قاعد على الفطار مع اخواتي عادي، بفطر وكويس جدا، مفيش في دماغي اي حاجه، وجنبي موبايلي زي كل يوم مفيش اي جديد بيحصل. نتفرج على 3 دقايق من رامز لحد ما جعفر العمده يبدا، ونقلب على جعفر العمده برضه انتوا متفقين عليا بقى. نقلب دمنا كل يوم من نهايه كل حلقه علشان استاذ محمد سامي يستريح واحنا راضيين وزي الفل. فجاه وانا لسه ما كملتش الفطار بتاعي لقيت رساله جت على الموبايل بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، كلها روسي. انا طبعا لاول كام ثانيه بصيت فيها على الرساله ما فهمتش ايه اللغه اللي مكتوبه دي، فلسه بدوس ترانسليت علشان استاذ جوجل يترجم لي ايه اللغه دي. لقيته بيقول لي الترجمه من الروسيه الى العربيه. انا لسه ما لحقتش ارد، ببص لقيت الجيميل بتاعي اتقفل. وهنا بقى نبدا المعركه. الجيميل بتاعي اتقفل على الموبايل، قمت لسه بجري ببص على الكمبيوتر لقيت الجيميل اللي على الكمبيوتر اتقفل برضه. ابص على القناه جوه يوتيوب لقيتها مش موجوده. طبعا اول حاجه هتيجي في دماغ اي حد هي ان انا اكتب الباسورد بتاع الايميل بتاعي، وهنا بقى كانت الصدمه ان انا اول ما كتبت الباسورد بتاعي لقيت الرساله دي ظهرت. طبعا الرساله دي ملهاش غير معنى واحد بس، وهو ان ما بقاش في طريقه لان انا افتح الايميل بتاعي غير عن طريق فلاشه، والفلاشه دي ببصمه ليها بقت بتاعه الهاكر اللي هو هكرني، اللي هو يعني سرقني. يعني دلوقتي عشان ابقى عايز افتح ايميلي محتاج ان انا اجيب صباع الهاكر اللي سرقني واحطه على الفلاشه اللي هو عملها في القناه بتاعتي علشان افتحها. وهنا بقى الهاكر مش سرق قناتي بس، لا ده سرق ضحكاتي وابتساماتي طوال ال4 ايام الماضيه. يعني كان اي حد بيخش جنبي كده على الاوضه، انا قاعد نفس القعده اللي على الكمبيوتر دي بس وشي في الاتجاه التاني، مهما يتكلم لو مين بيتكلم جنبي انا اصلا مش سامع حاجه، كل اللي عليا ان انا اعمل كده متنح بس طول ال4 ايام متنح. انا مش فاهم حاجه يعني، متنح وبحاول اكلم مليون حد في نفس الوقت عشان يحاولوا يساعدوني انهم يرجعوا لي القناه. وطبعا اغلب اللي كلمتهم يقولوا لي الموضوع مستحيل، والهاكر اللي سرقك ده معلم عارف هو بيعمل ايه كويس، لدرجه ان انا كنت استعوضت ربنا خلاص في القناه ورديت بقضائي وقلت بجد الحمد لله، وما بقتش عارف افكر فانا بعد كده هعمل ايه، لان انا ما عنديش قناه بديله. وبعد الحمد لله بقى اما ربنا كرمني والقناه رجعت وعرفت امنها كويس علشان الهاكر ما يكونش بيتفرج على الفيديو ده ويجي يسرقني تاني، لا انا امنتها كويس يا معلم. فتعالوا بقول لكم انا رجعتها ازاي وامنتها ازاي وبسرعه جدا، عشان كده الفيديو ده طول وانا مش عايز اطول عليكم، بس انتوا اللي قلتوا في الاول طول. فاستاذنكم بقى تعملوا لايك للفيديو ده بامانه علشان انت تستفاد وغيرك يستفاد، لو حد لا قدر الله وقع في الموقف ده او حد تعرفه وقع في الموقف ده وسالك. مبدئيا كده انت اول ما لا قدر الله قناتك تتسرق، اول حاجه هتعملها ان انت هتشوف اي حد من صحابك يكون برضه مشترك في برنامج شركاء يوتيوب اللي هو يعني مفعل الربح على قناته عشان تعرف تكلم الدعم بتاع اليوتيوب عن طريقه بسرعه. ودي اول واهم حاجه انا عملتها، وعلشان كده عرفت ارجع القناه بتاعتي بسرعه. كلمت واحد صاحبي اسمه ابو جلابيه كتر الف خيره، اداني القناه بتاعته، قعدت اكلم بيها الدعم 3 ايام في نفس الوقت اللي بكلم الدعم المباشر بتاع اليوتيوب فيهم علشان يرجعوا لي القناه. فانا بكلمهم من مكانين كمان. اول حاجه هو منتدى منشئين المحتوى، ده ينفع تنزل عليه بوست عادي لو انت قناتك لسه جديده، يعني انت تعمل جيميل جديد على طول في وقتها وتخش تكتب لهم الرساله دي بالنص كده زي ما انتم شايفينها دلوقتي. مرحبا في البدايه كده، مرحبا عشان يعرفوا ان احنا محترمين. لقد تم سرقه قناتي اليوم وارجو مساعدتي في استرجاعها. لقد تم سرقه القناه اليوم 11/4/2023 الساعه 17:49 دقيقه تقريبا بتوقيت غرينتش. كيف تمت السرقه؟ تمت السرقه بعد ان قمت بتحميل لعبه بها ملف مهكر، وده اللي حصل معايا فعلا. لعبه بيبسي مان بتاعت زمان منها لله. حاليا لا استطيع الوصول الى ايميل قناتي، رابط قناتي كذا، وتحط لهم اللينك بتاع قناتك. التغييرات التي تمت على القناه: لقد قام السارق بتغيير ارقام هاتفي للوصول لقناتي، وكان بتغيير البريد الضامن وجعل الوصول اليها عن طريق يو اس بي او شيء غريب. فعلا ده اللي حصل معايا، ان الهاكر اللي هكرني وصل لتليفوناتي، انا ما اعرفش وصل لتليفوناتي ازاي، المهم ان هو شال رقمين الموبايل اللي قناتي مربوطه بيهم، ما بقتش القناه مربوطه بيهم، وفي نفس الوقت شال كل وسائل التحقق بخطوتين. يعني شال الضامن بتاعي اللي هو ايميلي التاني، شال الرساله بتاعه التحقق بخطوتين اللي هو انا رابطها اصلا بموبايلي اللي هو في ايدي اللي جنبي وانا بفطر، ما اعرفش عمل كل ده ازاي، بس المهم ان بجد مفيش امان. وفي الاخر هذه المره الاولى التي اتعرض فيها للسرقه، ارجو مساعدتي وشكرا. وفي نفس الوقت بقى عملت اصيع حركه، ودي جبتها من برضه حد كان منزل فيديو على اليوتيوب الله يبارك له. قمت جاي داخل بسرعه على تويتر، وتقوم جاي داخل كاتب نفس اللي انت كتبته دلوقتي ده بالعربي بس تقلبه
بقى ترانسليت وتخليه بالانجليزي، وتقوم جاي في الاخر كده عامل منشن لتيم يوتيوب، بس تكتبها صح علشان يبقى المنشن راح فعلا لصفحه تيم يوتيوب الاصليه اللي هي المتوثقه بعلامه صح. بعدها بالظبط مش هتعدي 5 دقايق وهتلاقي تيم يوتيوب هم اللي بعتوا لك رساله، لان انت لو حاولت تبعت لهم رساله من الاول فمش هتلاقي مكان في صفحتهم لانك تبعت لهم رساله، هم هتلاقيهم بسرعه تواصلوا معاك ويقولوا لك ادينا مزيد من التفاصيل. انت بقى تقوم جاي ماسك جوجل ترانسليت كده وتقعد تترجم كل حاجه باللغه العربيه الفصحى علشان تترجم صح وتتقلب لهم انجليزي. هتديهم كل البيانات اللي هم محتاجينها، تقول لهم ايه اللي حصل معاك بالظبط، واهم حاجه تركز عليها كويس قوي هي البريد اللي انت كنت رابط بيه، لانه يبقى ضامن للايميل بتاع قناتك ده اصلا. يعني انت قناتك مثلا لما اتسرقت فاكيد اللي سرقها شال ايميلك الضامن بتاعها. ايميلك الضامن ده بقى اللي في الاخر هيجي لك رساله عليه ان شاء الله، يعني بعد ما يتاكدوا فعلا ان انت قناتك متهكره هتلاقي لينك جالك على الايميل ده في انك تكتب باسورد ايميلك الجديد وتفتح ايميلك الجديد، هتلاقي ولا كأن حاجه حصلت. تامنه بقى كويس. بس اهم حاجه في اللي انا قلته ده كله ان انت تبقى بتزن عليهم كل شويه، يعني مش يقول لك مثلا ان هنرد عليك بعد 24 ساعه فانت تسكت، لا هم يقول لك بعد 24 ساعه على تويتر فانت تكلمهم في الدعم المباشر. هيقول لك على الدعم المباشر ان انت بس القضيه بتاعتك بتتراجع وهنرد عليك، تقوم جاي رايح على منشئين منتدى اليوتيوب وتقوم جاي مكلمهم عليه، تخلص من منشئين منتدى اليوتيوب تقوم جاي راجع لهم على تويتر تاني. وعلى كده زي ما انتم شايفين ما كنتش بنام، فكنت مقضيها ان انا اصلا بتكلم معاهم، يعني كنت بعتبرهم صحابي وبيسلوا وقتي، انا كده كده مش هنام. فانت بقى كموظف في يوتيوب خليك اقعد اتكلم معاه وساليني لحد ما قناتي ترجع بعد اذنك. زي ما انتم شايفين كل ده كده كلام، بس انا منوش عليه يعني عشان ما يبقاش في هاكر تاني بيتفرج على القناه ويلقط الداتا بتاعت القناه بتاعتي فيهكرني من تاني. مع انك برده مش هتعرف ليه بقى، ان الاستاذه دي هي اكتر وسيله بتامن القناه بتاعتك من انها تتهكر. الفلاشه دي ما فيهاش اي مساحه تخزين خالص، كل اللي عليها ان هي وسيله بتفتح عن طريقها قناه اليوتيوب بتاعتك، ومن غيرها ما بتعرفش تفتح القناه بتاعتك ولا الايميل بتاعك عموما. اليو اس بي دي اسمها سكيورتي يو اس بي ان اف سي، مش هتلاقيها في اي مكان خالص مهما دورت عليها غير انك تطلبها من مكان واحد بس وهو امازون. مجرد انك تطلبها من امازون وبتجيلك بتربطها بالقناه بتاعتك، مفيش اي حد بقى يعرف يفتح القناه دي غير عن طريق الفلاشه دي. لو عايز تفتحها من على الكمبيوتر فانت بتوصلها في اليو اس بي عادي، وهتلاقوا طرق لشرح اليو اس بي دي كتير قوي على اليوتيوب. لو عايز تفتحها من على الموبايل فانت بتخلي الموبايل بتاعك كده بعد ما بتكتب ايميل القناه والباسورد بتحط اليو اس بي في ظهر الموبايل بالشكل ده كده، بتلاقي القناه فتحت معاك من غير ما تحطها في يو اس بي ولا اي حاجه. كده يبقى القناه انت حاميها 100% من انها تتهكر. ما تقعش في الوقعه اللي انا وقعت فيها وقعدت اقول ان مستحيل تتهكر وصعب تتهكر وانا مأمنها بكل وسائل التامين، والواد ما شاء الله عليه مش بيتعلم فيا، ده هو قعد يدرس وجه اشتغل عملي على قناتي عشان ما يبقاش في غلط، لكن ربك موجود فالحمد لله القناه جت في الاخر. فانت بقى ما تغلطش غلطتي وامن نفسك من دلوقتي كويس قوي لو انت كانت قناتك كبيره او قناتك غاليه عليك عموما. انا قناتي من 2012 فده كان اكتر حاجه وجع قلب، يعني محافظ عليها بقى لي 11 سنه، تيجي دلوقتي تتهكر بس كده. فده كان فيديو بسيط ظريف طريف لشرح الموقف اللي حصل معايا، وان انا فاتكم بالمعلومات اللي ما اعرفش انتوا استفدتوا بيها ولا لا دي، او في حد اصلا وصل لاخر الفيديو دلوقتي وشايفني كده ولا لا. بس ما علينا، يعني اللي وصل لاخر الفيديو دلوقتي ده يكتب رقم 2 في الكومنتات عشان بحب رقم 2 والله، تفرحوا ان في حد وصل لاخر الفيديو اصلا عموما يعني. بس كده اشوفكم فيديو تاني وان شاء الله نعمل فيديوهات طويله الفتره الجايه وهتكون فيديوهات قصص وان شاء الله تعجبكم، حتى احنا هنغير الديكور اللي ورا ده اصلا عشان نعرف نعمل المحتوى ده. بس اشوفكم على خير والسلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد.